عرس لجماهير الاسماعيليه، يعني نقدر نقول صفقه قويه برضه كوره. ونلعب برضه موسيقى في الموقع الرسمي للاسماعيلي. هو الحمد لله المبادئ انتصرت، واتمنى ان الكل يحذو حزن نادي الزمالك وما نزهدش. هو اللاعب ما استفادش حاجه اكتر من الضغط العصبي اللي جه عليه، الله يكون في عونه. لكن انا بقدمه هديه لجماهير الاسماعيلي باخلاقه، بعيلته، بتربيته، باستقامته، بصلاته، بالتزامه، بكلامه ان شاء الله هو هديه لجماهير الاسماعيلي. زيكا النهارده انت موجود وسط جماهير النادي الاسماعيلي وموجود وسط الصحفيين، لنا شعورك ايه النهارده بالنادي الاسماعيلي؟ والله يعني مبسوط ومش متخيل الشباب اللي هم استقبلوه ده امبارح النهارده، ويعني ان شاء الله كده اقدر اساعدهم وابسطهم، وان شاء الله كده الثقه منهم كمان. احنا بنقول دي ضربه معلم من اول مره مصر شفنا النادي الاهلي. هي ضربه معلم. معلم. ضربه معلمين كمان. معلم معاك. كلمنا عن المعلم الكبير. تقدر الاسماعيلي تعاقد مع لعيبه كتير، شايف الصفقات اللي بتعمل الاسماعيلي اللي انت واقف عليها يقدر ينافس على البطوله؟ انا برضه سبب من الاسباب اللي خلاني اجي النادي الاسماعيلي، حاسس ان النادي ابتدى يجيب صفقات والناس كلها مهتمه بالكوره غير قبل كده، وحاسس ان الفرقه السنه دي ابتدت كابتن حسني عبد الله قعد ما مشيش زي كل سنه مع كابتن عمرو سرايا، وجابوا صفقات شباب سعيد رفعت الفرقه وصالح واحمد العش كافيه ففي صفقات، والشكل بنادي مجلس الاداره ان هو يعمل حاجه السنه دي، فدي حاجه تساعدني ان انا اجي اصلا في وسط محمد اتكلم منك عن النادي الاسماعيلي. بقول لجمهور النادي الاسماعيلي ساندوا الفريق وانجزوا الجماعه اللي بتخرج في النادي عن طريق الاعلام، وبتمنى انهم يردوا للاعب الجميل ده اخلاصه للنادي وحبه للنادي، واول مره نلاقي لعيب يفضل النادي الاسماعيلي عن اي نادي. زي كلام منك عن الاسماعيلي والله لهم احسن جمهور، وان شاء الله كده تبقوا مالين لسه في الماتشات وتبقوا ورانا واقدر اساعدكم ان شاء الله كده، والله انتوا الثقه. زيكا بنشكرك واتمنى التوفيق.